السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قول كورة. النهارده معانا مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة السابعة من دوري نايل موسم 25/26. نتكلم على تشكيل الزمالك وإيه اللي عمله فريرة وأداء الإسماعيلي بعد الفاصل. النهارده الزمالك بدأ بتشكيل مكون من صبحي في حراسة المرمى، في اليمين عمر جابر، في الشمال بنتايج، وفي النص حسام مجيد ومحمد إسماعيل. خط النص مركز 6 دونجا، على يمين ناصر ماهر، وعلى شماله عبد الله السعيد. في الهجوم وضيع الدباغ، على يمين اخوان بتسيرا، وعلى شماله ادم خالد. ده التشكيل اللي كان بدأ بيه الزمالك المباراه اللي فاتت، ما فيهوش اي تعديل. طبعا نتيجه طرد الونش، بيلعب محمد اسماعيل على حساب الونش. الحقيقه الزمالك بدأ النهارده بتشكيل المباراه السابقه، بس الزمالك النهارده شفنا شكله مختلف شويه عن المباراه السابقه. الزمالك النهارده انا حاسس ان هو كان جاي يلعب المباراه، جاي يلعب بنزهه. شاف الاسماعيلي في المركز المتاخر، شاف اداء الاسماعيلي، شاف الاسماعيلي قل كتير قوي. فاللعيبه كان عندها شويه فتور، شويه تعالي، يعني بالظبط تحس ان اللعيبه لا، مش هو ده الزمالك اللي كان ملتزم بالاداء قدام المصري. طبعا كل مباراه بتختلف عن الثانيه. المصري ماشي كويس في جدول الدوري، فريق قوي عكس الاسماعيلي السنه دي. الاسماعيلي زي السنه اللي فاتت كده، لسه في حاجات كتيره قوي عايزه تتحل عشان نشوف الاسماعيلي تاني بالصوره اللي احنا عارفينه عنه. فالنهارده انا حاسس ان في شويه تعالي، اللعيبه وهي نازله للمباراه في شويه تعالي، في شويه تراخي، اللعيبه بتلعب براحتها، مفيش التزام بتعليمات المدرب. مش ده اللي بيطلبه فريرة من اللعيبه كل ماتش. عشان كده انا شايف ان فريرة غضب جامد جدا على اللعيبه، وفي درس كبير قوي هياخدوه بعد المباراه بسبب الاداء وعدم الالتزام بالتعليمات. هي الزمالك بدأ بهجوم على الاسماعيلي، ديت ركله جزاء للزمالك، ركله جزاء سليمه ما فيهاش اي حاجه خالص، احرز منها عبد الله السعيد الهدف الاول. فكره احنا مش هنتكلم عن نتيجه المباراه قد ما هنتكلم على الاداء وهبوط الاداء. ليه الاداء بيهبط؟ ليه لازم المدرب يدوس على اللعيبه؟ ليه لازم اللعيبه تدوس على نفسها؟ انت في بدايه دوري، انت محتاج من كل مباراه بتاعنا على المباراه السابقه، ايا كان الفريق اللي انت بتلعبه لازم يبقى فيه التزام، والتزام خططي في المقام الاول. فيريرا علم اللعيبه حاجه من بدايه المباراه، علمها يعني ايه مراكز، يعني ايه تسليم وتسلم، يعني ايه بنتحرك ككتله واحده، خطوط ثلاثه بتتحرك، هجوم ودفاع. الكلام ده ما شفناهوش خالص في ماتش الاسماعيلي. هل عشان اداء الاسماعيلي؟ هل عشان اللعيبه تراخت؟ يعني هنقول التراخي ده جاي من اللعيبه ذات نفسها. هل المدرب لما شاف التراخي ده ما قامش بعمل تغييرات سريعه تخلي كل واحد يفوق شويه في الملعب؟ في الحقيقه الاداء فضل مستمر بالشكل ده. الزمالك بيحاول يعدل النتيجه ويزود واحد واثنين وثلاثه على النتيجه. الاسماعيلي بيحاول بس محاولات شايفها طبعا يعني بعيده جدا عن انه يوصل لاي هدف. الاسماعيلي يا جماعه الماتش ده مع احترام اللي كانوا فريق النادي الاسماعيلي، تحس ان الزمالك بيلاعب فرقه ناشئين. فعلا طبعا معظم اللعيبه من ناشئين، بس انت زي ما اكون كده انا بعمل ماتش تدريبي ساعات الفيرست تيم يقول لك هات لي فريق 18 سنه ولا 20 سنه في النادي نلعبه ماتش تجريبي كده قبل ما عندنا ماتشه جايه. فبجيب فريق الناشئين بيلعب الفريق الكبير، فبحس ان مفيش خبرات خالص فريق الناشئين قدام الفريق بتاع الفيرست تيم. فاللي كان حاصل ده زي ما بنشوف كده زمان، كان يقول لك ايه، يجيبونا كده تعالى العب الفيرست تيم، احنا كام 18 سنه، تعالى تلعبوا الفيرست تيم يتعلموا فيكم شويه. فاللي حصل ان فعلا الاسماعيلي لا، الاسماعيلي فرقه ملهاش انياب خالص. مش عايز اقول في محاولات، لا مش محاولات، مش ده النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي لازم حلول من المحافظه ومن الدوله، وزاره الشباب والرياضه. لازم يبقى في حلول، لازم يبقى في لعيبه، لازم يبقى في دعم. عشان كده فكره خصخصه الانديه الحكوميه او انديه الجماهير زي ما احنا بنقول، الانديه الشعبيه، لازم يا جماعه خصخصه الانديه دي. الانديه دي هتندثر ومش هتبقى موجوده. فكره الاستثمار جابت طبعا تؤتي ثمارها بالنسبه لبيراميدز، بالنسبه لمودرن سبورت، بالنسبه للسيراميكا. لا الفرق دي لا حصل فيها استثمار، لا شايفين لا فرق موجوده وبتأدي ولا ليها شكل في الدوري، عكس الفرق الجماهيريه او فرقه الانديه، سوري الشركات. فرق الشركات وفرق الجماهير لا، انا شايف ان الكلام نحو الاندثار، الكلام ده خلاص مش هيبقى موجود. فلازم تدخل من الدوله في طرح فكره الاستثمار في الانديه الحكوميه، ده اللي هيعدل من شكل الاسماعيلي. انا شايف ان ملوش اي حلول. الاسماعيلي الموسم ده هيبقى شبه الموسم اللي فات، والخوف برضه على نادي الاتحاد السكندري. فلازم تدخل من الدوله سريع نصف في بدايه الموسم عشان يبقى في دعم للانديه دي، تقدر في فتره الانتقالات الشتويه تعدل شويه من اوضاعها. ده بالنسبه للاسماعيلي ان هو ما فيش اداء. الزمالك الماتش الزمالك بصراحه ما فيهوش كوره تذكر غير
الجون اللي جه بتاعت ركله الجزاء، والكوره اللي هو مجهود فردي من وليد الدباغ، توقع خطا المدافع، خد الكوره راح بيها سجل هدف، قطع شيبين كويسه جدا جوه المرمى. مهاجم كويس بس محتاج شغل، محتاج الناس تلعب عليه كتير، محتاج الناس توصل له الكوره كتير. وليد الدباغ فيرود يجي منه، فيرود ذكي يقدر يستخدم، بيتحرك، والفيرود المتحرك ده جوه ال 18 ده هو المطلوب دلوقتي في الكوره الحديثه، انا بتحرك يمين وشمال عشان افضي المساحات اللي جايه من ورا واللي انا اقدر اهدي. فالاداء النهارده اداء الزمالك اداء باهت، مفيش حاجه نقدر نتكلم عليها غير ان عدم التزام اللعيبه بتعليمات المدرب ومراكزهم في الملعب والتعالي على الخصم، ده اللي كان موجود في مباراه الزمالك. مباراه الزمالك كان محتاج ياخد الثلاث نقاط فيها، وحقق ما اراد، خد الثلاث نقاط بس بدون مستوى يذكر وبدون اداء. شايف محمد اسماعيل، هتكلم شويه على محمد اسماعيل وادم كايد. ادم كايد لغايه دلوقتي في الماتش عمل له باصتين ثلاثه، الماتش مش هم دول اللي هيشوفوا لك ان انت تكون موجود. اكيد بيعمل حاجه في التدريبات بتخلي المدرب يبدا بيه، بس احنا في الملعب مش شايفين الكلام ده. ادم كايد لا، محتاج وقف. ادم كايد يا جماعه مش بتاع بدايه المباراه، ادم ما يبداش، ادم كايد بتاع البديل اللي ينزل في اخر ربع ساعه ثلث ساعه. بنقول الكلام ده ليه؟ احنا ما بنظلموش، بس على اداء في المباريات اللي فاتت كلها. فاحنا شايفين لا، يعني الزمالك لازم فيريرا بصل ادم كايد. محمد اسماعيل لا، محتاج تعلى شويه، تتعلم شويه من حسام عبد المجيد والونش، انت بتلعب في نادي كبير دلوقتي، لا محتاج شويه يبقى في سرعه، يبقى في قوه، مفيش اللي هي التصرفات الفرديه، الكره اللي اتخطفت منك ويجي منها جون. لا، لازم الحاجات دي تبقى واقف على رجلك كويس قوي في الملعب، يبقى عندك قوه بدنيه، تبقى عارف انت بتعمل ايه. غير كده انا شايف ان طبعا برضو زي ما كنا بنقول على ابو تريكه الماجيكو في النادي الاهلي وما زلنا بنقول عليه، شايف عبد الله السعيد هو فعلا الماجيكو بتاع الزمالك. عبد الله السعيد هو نقطه الربط بين الخطوط الثلاثه. عبد الله السعيد هي الكوره الحلوه، اللعيب اللي بتحب الكوره تيجي في رجليه. بصراحه مش لاقي كلام اقوله عن تحليل المباراه غير ان فيريرا درس قاسي يديه للعيبه على الاداء المتهاون في مباراه الاسماعيلي. اللعيبه لازم تفوق لنفسها، انتوا لسه في بدايه الدوري، عايزين تنافسوا عشان نشوف كوره حلوه. انا عايزين نشوف اهلي، عايزين نشوف الزمالك، عايزين نشوف بيراميدز، عايزين نشوف سيراميك، عايزين نشوف مودرن، عايزين بتروجيت، عايزين نلاقي الفرق المصري، نلاقي الفرق دي كلها داخله عندنا 5 6 انديه عشان نقدر نوصل لدوري كويس. الكلام ده هيفرز لعيبه كويسه، محتاجين شويه لعيبه قبل شهر 12 عشان بطوله كاس هنشد حيلنا شويتين. لعيبه في كل الانديه لازم يبقى في التزام خططي، لازم يبقى في اداء في الملعب عشان نوصل لكره حلوه ونوصل لدوري حلو نستمتع بيه كلنا مع بعض. ده كان تحليل مبسط، مش لاقيين حاجه نقول عن ماتش الزمالك والاسماعيلي غير الكلمتين اللي احنا قايلين، التهاون والتراخي من لعيبه الزمالك، وان الاسماعيلي يعني هنقول يعني الله يكون في عون الاسماعيلي وجماهيره، لا محتاجين تدخل سريع من وزاره الشباب والرياضه والمحافظه عشان يقدروا يعملوا موسم بطولات شتويه يعدل شويه من اوضاع الفريق. ده كان تحليل مباراه الزمالك والاسماعيلي اللي انتهت بفوز الزمالك 2-0. الزمالك بيعتلي القمه بالمباراه ديت باداء متهاون وتراخي وغضب شديد من المدرب. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. كان معاكم هشام حامد في قول كوره. السلام عليكم.